السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم البليلة. بليلة من الأكلات اللي هي الشتوية، تحطي عليها الحليب سخن شتوية، تحطي عليها الحليب بارد صيفية. هي أكلة مغذية وقيمة غذائية عالية. بصوا معايا هنا النوعين من القمح. ده القمح البلدي اللي في ايدي اليمين، ده تحس ان هو بالتراب بتاعه، انا جايباه من الشكارة على طول عشان اوريه لكم. ومعايا التاني اللي هو القمح المقشور اللي احنا بنجيبه من عند العلاف. القمح المقشور ده اللي بيتعمل بليلة. ده بيتنفخ بسرعة. يعني نقول عليه ايه، بيستوي بسرعة، بيبقلص كده بسرعة ويطق بسرعة. عن البلدي ده كنت ممكن احطها اقعد يوم كامل حواليها على ما تبدأ انها تستوي. لا بجد موفرة جدا، اللي هي الغلة اللي هي اللي احنا بنجيبها نعملها بليلة دي، اللي هي بنجيبها من عند العلاف. هغسلها غسلة كويسة واسيبها تقريبا مقدار ساعتين ثلاثة في المية. طبعا اكون انقيها، طبعا نقيتها كويس، طلعت منها كل الحاجه اللي فيها وسبتها 3 ساعات. تيجي تضغطي عليها بضفرك كده تحسي انها بتتكسر. لكن الغله بتاعتنا لو ضغطت عليها من هنا بعد بكره ان شاء الله مش هتتكسر غير لما تستوي. بصوا اهي. احط عليها تقريبا مقدار 3 لتر ميه. وابدا ارفعها على النار. ارفعها على النار تستوي. وهنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي، هوريكم. المهم ان لما نعمل اي اكل بيفيد مننا ناخد بالنا ان في حاجات لما تقعد في التلاجة ما بتزيدش عن 3 ايام. مش نحطها ونسيبها بقى وهي ونسيبها. انا كده حطيت تقريبا مقدار، حطيت ميه تاني غير الميه دي، تقريبا مقدار 3 لتر ميه. ورفعتها على النار. هسيبها على النار تغلي على مغسل الرز وانضفه. انا معايا تقريبا مقدار 3 معالق رز. 3 معلقه 2 3 3 معالق رز. منضفاهم كويس واغسلهم كويس. ده رز مصري من بتاعنا العادي ده، اللي هو تلاقيه نصه مكسور يعني. المصري البلدي اللي احنا بنستعمله. تمام. اهو بصوا، غسلته غسله كويسه ونضفته كويس جدا. كده الغله بتاعتي، القمح بتاعي بدأ يغلي على النار، البله بتغلي. هبدأ انزل فيها بالرز واسيبها تقريبا، واغطيها واسيبها مقدار 10 دقائق. 10 دقائق تغلي. بصوا كده اهي. طبعا البخار بس بيضايق عشان احنا في الشتاء، فتلاقي البخار دايما لازق في الكاميرا. اهو بعد ما حطيت الرز عليها هسيبهم 10 دقائق على النار. هنا بعد 10 دقائق بصوا عليه كده، عدى 10 دقائق عليها. اه بصوا، تحس ان الرز داب، بدأ يدوب اهو. والغله بتاعتي كبرت وبدأت تفتح شويه. اغطي عليها بقى، بطفي النار واسيبها. هسيبها تقريبا كمان نص ساعه بالبخار بتاعها عشان تكمل سوا. هنا بعد ما سبتها نص ساعه، طفيت عليها وسبتها نص ساعه متغطيه كده. بصوا اهي، يعني لسه سخنه. هبدأ كمان احط عليها شويه ميه كمان واسيبها وارفع وهدي النار عليها خالص. واسيبها تقريبا ربع ساعه. ربع ساعه هنلاقي الرز ده كله داب. والغله دي كلها بقت بليله بحق وحقيقي بقى خلاص. خلاص كده تكون جهزت. انا معايا كنافه كانت في الفريزر، طلعتها فتفتها زي ما احنا شايفينها كده، احط عليها سمنه. طبعا هي ساقعه شويه فهعملها بايدي، بحيث ان انا اغلف الكنافه كلها بالسمنه وبعدين احطها على النار احمرها. خلي بالنا عشان ما تتحرقش مننا. ممكن نحطها في الفرن بس وانتي على النار كده وانتي واقفه في المطبخ حمريها، مش هتاخد وقت يعني. ممكن تاخد لها تقريبا 10 دقايق على ما تحمريها، بس لازم تقلبيها كل شويه. يعني ايدك فيها على طول، ما تسيش عليها تروح هنا ولا هنا لانها هتشعف منك من تحت. فلازم ناخد بالنا منها. بعد ما بنحمرها بنحط عليها معلقتين عسل. عسل نحل او سيرب المتوفر عندك حطي عليها. ماشي. بعد بس ما تكونش عشان تبقى لسه فيها قرمشه بنيجي نحطها على الوش كده، لان تحت كده كده هتطرى في الطبق بتاع البليله يعني. هي دلوقتي هديت، ماهيش سخنه يعني، كنافه مش سخنه. اهي نقلبها عليها. ندخلها فيها كلها. الشويه اللي هتكون على اللي احنا بنزوق فيهم على وش الطبق تبقى الكنافه مسكره كده وطعمها حلو، ما تبقاش دلعه. او زي ما انت حابه يعني. لو مش حابين تحطوا عليها خالص سكر سيبوها يعني. اي مش عايزين تحلوها سيبوها زي ما هي. هي بتتحلى اللي في القاع بتتحلى طبيعي. هنعمل بقى كريم شانتيه. انا معايا هنا نص كوبايه كريم شانتيه خام. هحط عليهم كوبايه حليب ساقع. واحط عليهم كمان نص كوبايه سكر بودره، وهضربهم واعمل كريم شانتيه. كريم شانتيه ممكن يقعد معانا في التلاجة من يوم ل3 ايام، بس نغطيه كويس بستريتش بحيث ايه مفيش حاجه تكرف عليه، طعمه ما يغيرش من حاجه في التلاجة. هنا خلاص البليله اهي، بعد ما خلاص بقى سيبناها ربع ساعه كمان وشفتوا الرز داب والبليله دابت. وبقت الميه، الرز خلى الميه بتاعت البليله تخينه سميكه كده غليظه زي ما احنا قلنا منشيه. هنا بقى بنجيب الاطباق او البولات اللي احنا نحط فيها. نحط شويه كنافه تحت، نرص فيها كنافه كده. انا بالنسبه لي حطيت
يعني انا مش بقلب الحليب اللي عندي كله على البليله كلها، لان احنا مش هناكلها كلها في يوم واحد، لان ده نص كيلو فبيعمل كميه كبيره زي ما انتم شايفين. فانا بحلي شويه لبن على قد الشويه اللي انا هعملهم. يعني انا بحط البليله زي ما انتم شايفين، واللبن ده انا حاطه عليه سكر، وهبدا ان انا احطه على البليله في الاطباق زي ما احنا شايفين كده. ممكن نحلي بحليب او نحلي بعسل نحل زي ما احنا حابين. ابدا احط الكريم شانتيه، طبعا الحليب بتاعي مغلي فالكريم شانتيه يبدا يسيح كده معاها. انا واحده من الناس، انا بحب البليله الحليب بتاعها يكون متلج، يعني انا بحب اكلها متلج. احط الحليب عليها متلج كده، ادفي البليله بس واحط عليها الحليب ساقع، لان الحليب السخن بيضايقني شويه. كده نحط عليها. بصوا البليله اللي هتفيض معانا طبعا مش هيكون عليها حليب، بس عليها رز، والرز لما بيتحط في التلاجة اكتر من 3 ايام وهو مبلول، يعني هو في الدايب كده بيحلل. فالمفروض ان احنا ما نزودش عن 3 ايام. هنحط الكتير لو زادت معانا نحطه في الفريزر، نحط شويه في الفريزر وشويه في التلاجة على قد اللي احنا هنستخدمه. حطيت عليها مكسرات، حط بقى اللي انت حابه، المكسرات جوز هند، زبيب، انا عندي عين جمل فحطيت عليه، واحط شويه كمان كنافه من على الوش. وبجد طبق مفيش احلى من كده. تضربي المعلقه من تحت كده يطلع معاكي كنافه بالبليله على كريم شانتيه، حاجه فوق الخيال. اتمنى تجربوها وتعجبكم. الف هنا وصحه على قلوبنا وقلوبكم. السلام عليكم.